وصباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. مش هتكلم كتير ولكن سريعا كده، الفيديو ده للناس اللي بتعاني من قشرة الشعر، الناس اللي بتستخدم مواد كتير او لوشنز مختلفة عشان خاطر تساقط الشعر وعشان خاطر تعالج الصلع الوراثي عندها، بيبقى عندها نوع من انواع القشرة، والناس كمان اللي بتجيلهم القشرة الموسمية. المحلول ده رحت الصيدلية قلت يا جماعة انا عندي قشرة ما كانتش موجودة في شعري قبل كده، قشرة موسمية. اداني المحلول ده بس خلاص خلصنا، من تالت استخدام مفيش قشرة الحمد لله في الشعر خالص. طيب ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن نقط بتستخدميها على فروة الراس. هو قال لي ان انتي بتسيبيها عادي وما بترجعيش تشطفيها تاني، انا ما عملتش كده بصراحة. انا استخدمتها ازاي؟ يعني اخدت الشاور بتاعي وبعدين حطيت النقط على فروة راسي ووزعتها ساعة اتنين ورحت شاطفة شعري على طول. استخدمتها 3 مرات، فرقت معايا جدا في قشرة الشعر. فالناس اللي بتعاني من وجود قشرة في الشعر هنصحك باستخدام المحلول ده. المحلول ده كان عامل ساعتها سعره كام؟ والله انا مش فاكرة، بس هو تقريبا كان في حدود 60-70 جنيه، مش اكتر من كده. وحاجة مهمة أكيد كلنا عارفينها، لما بيكون في قشرة في الشعر وبنيجي نعمل مثلا سواء حمام زيت أو بنستخدم لوشن للشعر للتساقط عشان خاطر الفروة تعرف تمتص الكلام ده كله، ما ينفعش وجود القشرة. القشرة بتعمل عازل بينك وبين أي حاجة انت ممكن تحطيها على فروة الراس، عشان كده لازم نعالج فروة الشعر من وجود القشرة. بس كده جربيه وقولي تجربتك. وطبعا لو حد جرب اي حاجة لفروة الراس خصوصا لو فيها قشرة يفيدنا ويقول لنا في الكومنت، نبقى كلنا بنفيد بعض. بس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.